ماذا لو ركلة كولومواني دخلت؟ لو مارتينيز اتأخر نص ثانية؟ لو ضربات الترجيح مالت ناحية فرنسا؟ هل كنا هنحكي نفس القصة؟ ولا كنا هنحكي قصة مختلفة تماما بس بنفس الثقة واحنا بنقول عارف ان ده يحصل من الأول؟ وده يوريك ان دايما القصة بتتكتب على حسب النهاية مش العكس. الحقيقة اللي ممكن تكون مملة شوية مقارنة بالقصة ان الأرجنتين كسبت علشان لعبت كورة كويسة، لأنها طورت شكلها خلال البطولة والتزمت تكتيكيا وكان عندها لعب تاريخي في لحظة استثنائيه، وان الحظ زي اي بطوله كبيره حضر في لحظات معينه من غير طلاسم، من غير اشارات كونيه، من غير ما التاريخ يعيد نفسه حرفيا. في عمق اللي حصل في قصه الارجنتين وعمق كل المغالطات اللي دخلنا فيها من غير ما نحس، في احساس واحد مشترك، احساس نادرا ما نعترف بيه بصراحه لكنه موجود طول الوقت، احساس اننا عايزين نحس اننا فاهمين وان اللي حصل ده كله تحت السيطره، حتى لو السيطره دي اي كلام، سيطره وهميه. الكوره بطبيعتها لعبه مرعبه لاي عقل بيحب النظام، لانها لعبه مفتوحه مليانه احتمالات، تفصيله صغيره ممكن تقلب كل حاجه، كوره واحده تغير تاريخ بلد، ودي حاجه صعبه على العقل ان هو يستوعبها. عشان كده لما تحصل نهايه كبيره بحجم اللي احنا شفناه في قطر، المخ ما بيكتفيش انه يقول ده حصل، لا هو عايز يعرف ليه حصل، ويفضل ان السبب يبقى واضح ومفهوم وقابل للحكي